السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاء الصغير محل شيخ العطارين. النهاردة هنعمل حاجة كده من روايح رمضان والعيد. هنعمل ريحة الكحك. هو بس في حاجة بسيطة، ريحة الكحك اللي احنا بنعملها بتبقى مختلفة شوية عن اللي هي بتبقى الجاهزة اللي العطارين بيطلبوها. اللي احنا بنعملها بيبقى فيها توليفة عالية، بيبقى فيها تركات كتيرة، أنواع بهارات حلوة وبتدي طعم جميل، بتدي ريحه عاليه. هي اي نعم هي هتبقى كبيره شويه بس هتفرق في الطعم وفي الريحه. هنعمل المكونات بتاعتها، والمكونات بتاعتها دي هنضيفها بقى على حسب المقدار بتاعها، على كيلو دقيق، على 2 كيلو دقيق، ده بالجماعه العطارين. لكن ستات البيوت او الجماعه اللي هيعملوها هياخدوا بس المقدار ده، مثلا 5 جرام 10 جرام على المقدار بتاع الكحك. هيعمل كيلو بياخد 5 جرام او 10 جرام، 2 كيلو وهكذا، بتضاعف الكميه. تعالوا نعمل بقى الكميه بتاعتنا، نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. سمسم محمص، زنجبيل صيني، يا ريت يكون حاجه كويسه، تكون جودتها عاليه علشان ريحه الكحك بتحتاج حاجه ذات جوده. شمر بلدي، ينسون بلدي، ورق لوري، ويا سلام لو يكون مقرطف بس مفيش فيه عنق، علشان العنق دي هتضايقك في عملية الطحن، وما تيجي تغربل او تضيفه على الدقيق هتبقى فيها مشكلة. يا ريت يكون مقرطف بس، حاجة تكون كويسة. زر ورد، كبابة صيني، من افضل الحاجات في ريحة الكحك، ريحتها عالية جدا. القرفة العود او الكسر، اي حاجة فيهم. كافورة، شكلها غريب شوية بس هي من الحاجات اللي ريحتها فواحة جدا. نيجي بقى لأهم حاجتين، الحبهان والمحلب. يستحسن ان احنا نجيبه حبوب، يعني انا جايبه طحنه ناعم، لو في حبوب يبقى افضل. واخر حاجة الفانيليا، بس احنا مش هنحطها مع الطحن علشان ما تضيعش الريحة بتاعتها. وبعد الطحن ونقلب على الدقيق هنبقى نحط الفانيليا ونرجع نقلبها تاني مع الدقيق. وده كده يبقى الشكل النهائي بتاع البهارات او خلطة الكحك. لسه بقى هنضيف عليه الدقيق ونشوف هيبقى المقدار بتاعه قد ايه. وده كده بقى الشكل النهائي بتاع بهارات وده كده الشكل النهائي بتاع ريحة الكحك بعد ما خدنا البهارات اللي احنا ركبناها وضفناها على الدقيق.